السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني طبعا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض الطاجن المدور او المعمر، الحاجه اللي انتوا شايفينها العظمه دي. هنعمله باللحمه، بطريقه بقى سهله بسيطه. وان شاء الله يعني تسويه مظبوطه زي ما انتوا شايفين بقى. يعني الشكل بيتكلم عن نفسه. الرزاية طبعا مستوية وفي نفس الوقت مفلفلة. وانا يعني بحب دايما المدور يكون ايه، فيه سنة تلزيقة شوية، يعني يكون اللبن بتاعه كتير كده ودسم كده، واللحم مستوية زي ما احنا شايفين. طبعا انا مقطعاها مكعبات صغيرة، يعني على قد المعلقة على طول، مش كبيرة. تعالوا بقى نسمي كده بالله ونصلي على الرسول ونشوف احنا عملنا ايه بالظبط. معانا شوية رز مغسولين، عملته معاكم قبل كده ودهنت الطاجن سمنة قبل ما احط فيه رز وحاجات كتير كده. قلت ان شاء الله الفيديو ده يعني ايه، اقلل يعني ايه، يعني اسهل كده على نفسي الخطوات. عندي رز وغسلاه كمية طبعا المناسبة، واللحمة دي انا سلقاها. كنت لسه طافية عليها من على النار، سلقتها كده بملح وفلفل اسود ورق لوري وحبهان. ولما دخلت كده في السوي معايا، هبدأ ان انا احطها على الرز. هبدأ بقى اشيل المكعبات بتاعتي كلها واحطها على الرز. طبعا الرز على حسب الكمية وعلى حسب اللي انت هتعمليه. طبعا ده ما يحددش كمية خالص. هبدأ بقى اشيل اللحمة كده احطها على الرز. طبعا الرز مغسول كويس جدا. هبدأ بقى اللي انا بحطه ده كده معلقتين كده كبار قشطة حلوين، يعني ايه، توصي كده بالقشطة، لان هي اللي بتدينا الطعم الجميل وبتدينا ايه اللمعة اللي جوه الرز ده. يعني هي اللي بتدي اللمعة اللي جوه الرز ده كمان. هبدأ بقى ايه، حطيت القشطة على اللحمة على الرز وهقلب الكلام ده كله مع بعض. تمام. هحط بقى الملح بتاعنا. طبعا الملح في ناس بتحب ملحه كتير، يعني ملح مظبوط، وفي ناس بتحب الملح بتاعه تحت المظبوط شوية، يعني مايع سنة. ولكن عادي بقى، دي براحتك، اللي متوفر عندك يعني، او اللي انت بتحبي تشتغلي بيه اشتغلي بيه. هبدأ بقى كده اقلب القشطة مع الرز مع اللحمة كله مع بعضه، ونفتكر ان احنا ما دهناش الطاجن بتاعنا بالسمنة. وطلعناه برضو وغرفناه في اول الفيديو، مش لازق خالص وشكله حلو زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى احط يعني كوباية شوربة بس كده علشان اطعم الرز بتاعي. علشان ايه؟ يعني الرز كده ياخد شوربة مع اللبن، احس ان هو يعني مستوي كويس. هبدأ بقى احط كده شوية اللبن بتوعي. طبعا اللبن كان فيه قطع تلج. قلت طبعا اول ما يحس بسخونية اللحمة وكده هيسيح معانا بسهولة، يعني مش هياخد وقت خالص. بس هبدأ بقى اسوي الحروف او الاجناب بتاعتي كده علشان الرز ما يتحرقش عليها في الفرن. طبعا تقدري تغطي يعني اول ما يغلي كده وترجعي تكشفيه تاني، ولكن انا بسيبه بيغلي. هو بياخد يعني ربع ساعة كده في الاول عما يغلي، بس بيغلي بقى وشه بيحمر. بحاول ادفن اللحمة كده جوه علشان برضو تستوي وما تنشفش معانا من حرارة الفرن. طبعا دي كلها خطوات مهمة لنجاحه. هبدأ بقى احطه في الفرن كده وحطيته وسبته يتلدن شوية. وده بقى كده بعد ما طلع، طبعا هو حتى مش محتاج سمنة او مش محتاج زيت ولا اي كلام من ده، علشان هو ما شاء الله عليه كمية قشطة حلوة، واللحمة بتاعتنا فيها برضو نسبة دسم. فهو ما شاء الله مش محتاج حاجة زي ما انتوا شايفين. محطوط بقى يعني الرزاية بتلمع كده وشكلها حلو، والطاجن اصلا شكله بيتكلم عن نفسه. جربوها يعني جربوها كده، متحطوش اللحمة يعني نية. حتى هي لو بتستوي بسرعة لازم اللحمة تاخد صدمة كده او تستوي نص سوية علشان تدينا نتيجة حلوة في الاخر. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لسه مشتركش، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا إشعار مني بكل حاجة بنزلها إن شاء الله جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.